شل من مخك نظرية أن الحياة معركة. أنا سمعت له عدة لقاءات وأتابعك الحقيقة، ومميز يا دكتور سعد. بارك الله. ومثلك محتوى يعني هادف ومكسب للجميع، ودي والله ما هو اللي في المجلس الحالم يسمعون، ودي جميع المتابعين يسمعون يستفيدون. الله يسلمك. قلت كلمة قبل فترة في إحدى البرامج اللي أنت تسويها، موضوع اترك الناس عشان ترتاح وتريح ضميرك. ودي أتعلق على الموضوع ده يا دكتور. الله يبارك فيك أخوي عبد الله، جزاك الله خير. طبعا أنا أعتقد أني ربما لا أضيف شيء كثير على اللي أنت تقدمه لمتابعينك، لكن يعني تعليقا على هالموضوع، لأنه في كثير من الناس يدخل في صراعات مع الآخرين، ودائما لما يكون بينك وبين أحد مشكلة، سواء زوجة ولا ولد ولا جار ولا زميل ولا صديق، المشكلة مهما كان لابد أنها تأثر عليك نفسيا. لابد يعني تخيل أن عندك مشكلة بينك وبين زوجتك أم العيال، تخيل تجي تدخل البيت ما انت بلاقي ما ترغب فيه، لا من الاستقبال الزين ولا من الحجاج المنطلق ولا بل. فبعض الناس وش يسوي؟ يقول هي اللي غلطانة خلها تعتذر. بعض الناس في خلاف مع زميل في العمل وكل يوم يجتمع هو إياه في العمل 7 ساعات والنفس مشحونة، يقول هو اللي غلطان خله يعتذر. اللي يعيش بهالمنطق مستحيل يعيش سعيد، مستحيل. أنت يجب أنك في المواقف المثل هذه إذا تكون عندك الوعي الكامل أنك تسامح الآخرين وتتجاوز المشكلة، مو لأنهم يستاهلون، مو لأن صديقي ذا أو زميلي اللي في العمل والله أنك كفو بسامحه، لو أنه مو بكفو، لو أن أم العيال مخربتها معك ومقصرة أبى سامحها، مو هو لأني متغافل، مو لأني متغاضي عن الخطأ ولا الخطأ صحيح، بس أنا أبغى أرتاح. دائما إذا سامحت الآخرين ترى ترتاح، ينغسل اللي في داخلك كله. أليست هذه النتيجة تستحق أنك تسامح الآخرين من دون ما تدخل في حسابات من اللي غلطان أنا ولا هو اللي غلطان؟ تغافل وسامح عشان أنت تعيش مرتاح، لا تتشنج وتتوتر. وهو بعض الناس ترى الحياة عنده معركة فيها فائز وفيها مهزوم، الحياة كذا كلها معركة، يبي يثبت وجوده صح، يبغى يدق خشوم الناس ويبغى يشتكيهم ويبغى، ما في موضوع المؤمن هين لين، ما فيه يعني الرسول لما وصف المؤمنين قال الموطؤون أكنافا، اللي يعني طيبين. عموما المؤمن يجب أن يكون طيب ومتغافل ومتسامح. اللي يعيش في الحياة على أنها معركة تراه دائما مهزوم، حتى لو تهيأ له أنه انتصر تراه مهزوم. يكفي القلق النفسي اللي تعيشه من التوترات اللي مثل هذه يعني. الله يكفينا وياكم شر المشكلات والخلافات. أعداء النجاح يا دكتور، والله شوف، إن كان الواحد دائما بيصير اللي حوله يا عبد الله مثلك وشرواك زين، بتصير الحياة جميلة يعني. لكن الدنيا فيها الواحد يستعد أنه بيقابل الحاسد والحاقد واللي يضع في طريقك العثرات واللي يكتئب إلى صار لك يعني شيء جميل في حياتك. يعني مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، يفرح بالمشاكل اللي تجي والمصايب اللي تجي عليك. طبعا هذول أصحاب القلوب المريضة اللي سماهم عبد الله أعداء النجاح، يعني الله يكفينا وياكم شرهم. لكن هذول أنت ما تقدر ترى تصمم الحياة وتختار طبيعة الناس اللي يعيشون معك. أنت تستعد زي اللي يمشي بسيارته في الشارع، ترى بيقابل الصاحي والمهبول والعاقل والسكران فكذلك الحياة، أنت استعد أنك تقابل كل الناس، لكن لا تعطي المواقف أكثر من حجمها، لا تعطي المواقف أكثر من حجمها. يعني ريح نفسك، شل من مخك نظرية أن الحياة معركة وتعيش مرتاح. ترى الحياة مين معركة يا جماعة؟ ترى الله سبحانه وش قال الحياة؟ قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. ترى ما قال إنها معركة، ما قال لازم تنتصرون ولازم تحققون وجودكم، قال لعب ولهو وزينة، هذه هي الحياة. فأنت ركز على هالأشياء، اللعب اللي هو الاستمتاع بالحياة، واللهو والزينة انك يعني تحاول انك يعني قدر ما تستطيع انك يعني تظهر بالمظهر الحسن، وهذه هي الحياة. اما المعارك اللي في الحياة هذه فصاحبها خسران مهما كانت نتيجتها. لو انتصر، لو قدم قضية رفع على عبد الله بن زيد قضية وجلس معه
100 جلسة في المحكمة وانتصر في الأخير، هذا مو بانتصار ذا.